انا كتبت محتوى 30 يوم كامل، افكار، سكريبتات، كل حاجه في يوم واحد بس باستخدام الاي اي سيستم بتاعي. ده كله بالكامل، مش بستخدم اداه واحده بس، بستخدم اي اي كشريك تفكير. اول حاجه بيسالني وانا ارد عليه، هو بيبني على اساس الرد بتاعي. اربع خطوات بس واقولهم لك دلوقتي. الخطوه الاولى بحدد الاعمال الاساسيه للمحتوى، يعني مثلا قصص، براندات، ادوات اي اي، مراجعات سريعه وخلافه. الخطوه الثانيه بسال اي اي انه يقترح لي 30 عنوان مبني على الاعمده دي بنسب محدده لكل عمود. تالت حاجه بمر على العناوين وارفض اللي مش حاسه او قريب من جمهوري او مش في سياق الطلب بتاعي. رابع حاجه بكتب السكريبت لكل فيديو لوحده، مش كله مره واحده، علشان الجوده تفضل عاليه وفي نفس الوقت النقاط تفضل متتابعه مع بعض، ما يحصلش فيها فصل ما بين الفيديو والتاني. النقطة المهمة هنا ان انا بفكر اي اي انه بيكتب مش العكس، يعني بفكر اي اي ان هو بيكتب مش بالعكس، مش هو بديل ليا. حاجة تانية مهمة جدا، مش بنشر اي حاجة من غير ما اتأكد انها لو في القصة بتاعتي وفي في سياق القصة اللي انا بتكلم عليها، مش مجرد اي حدث عابر وخلاص. اخر حاجة خالص بدور واتأكد من قبل ما انشر او من قبل ما اخد اي معلومة من الاي اي انها تكون معلومة حقيقية وموثقة، علشان المصداقية وفي نفس الوقت علشان المحتوى بتاعي ما يخرجش عن السياق بتاعه. احفظ الفيديو ده وخليه ريفرنس ليك، ولو انت متفق معايا في الافكار دي اكتب لي في الكومنتات. سلام.